يطعنوه كده ليه يعني؟ حرام يعني، ما حدش عنده عيال يعني، ما فيش رحمة، ما فيش إحسان. حرام، حرام عليهم بجد. حرام عيل عنده 26 سنة عامل له شقته ومشطفة يقتلوه عشان تكتب. مشاهدينا الكرام، مشاهدي موقع بوابة كفر الشيخ الإخبارية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم هنا كفر الشيخ. مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا شهدت قريه شباس الملح التابعه لمركز دسوق في محافظه كفر الشيخ حادث قتل بشع باقبال سيده في بدايه العقد الثالث من العمر بقتل شاب عشريني سائق توك توك في من ابناء قريه شباس الملح بغرض سرقه مركبته البخاريه، وده طبعا تم بالتنسيق او بالاشتراك مع المتهم الثاني زوجها العرفي الذي تقيم معه في قريه ميت حبيش التابعه لمركز طنطا في محافظه الغربيه. حدثت برنامج هنا كفر الشيخ من خلال موقعنا بوابه كفر الشيخ الاخباريه انتقلت الى مكان وقعت الجريمه، مكان وسط زراعات، منطقه نائيه في وصف القانون يحدها مسقط مائي على طريق عام الرابط ما بين قرية محلة مالك أو طريق دسوق أو طريق فوة دسوق بقرية شباس الملح. هنروح مع بعض مشاهدينا الكرام ونشوف هذا التقرير، ولعلم حضرتكم إن شاء الله من ضمن هذا التقرير لقاء تم مع شاهد العيال أو المزارع الذي اكتشف الجثة موجودة داخل المسقط المائي أو داخل الترعة المائية الموجودة وسط الزراعات. نروح مع بعض ونشوف هذا التقرير. مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا في صفحتنا او موقعنا بوابه كفر الشيخ الاخباريه. طبعا حضراتكم احنا بنتابع زي ما قلنا لحضراتكم قضيه العثور على جثه سائق توك توك في قريه شباس الملح طبعا مركز دسوق
اسلام سمير هيكل. طبعا احنا من خلال المتابعه احنا هنا طبعا من موقع الجريمه واللي حصل فيها، وطبعا يعني هنعرض لحضراتكم دلوقتي الراجل المزارع اللي عثر على الجثه من الاول، هيحكي لحضراتكم دلوقتي وهيوريكم كيف اكتشف الواقعه، وهيقول بالظبط ايه تفاصيل كيفيه اكتشافه للجثه. عم علي، طبعا انت اكتشفت الجثه. أيوة. ده يعني ما تقول لي اللي حصل بالظبط او انت شفته ايه؟ اللي حصل انا جيت بالبهايق لقيت دم هنا على كتف الجيش، على كتف الجيش، فربطت بهايمي وكان معايا لما اخذ العربيه الحديد، عليها الجيله بتاع البهايم فربطتها، وجاي اغسل المشمع من هنا لقيته راقد هنا في المرتبه هنا. طلعت رحت يم المصنع ازعج على الناس عشان الناس يبلغوا، والناس اتلمت بقى ويجوا يبلغوا. اللي انت شفته ايه بالظبط لما شفت الجثه؟ انا شفت دماغه وهو مرفع على بوزه، شفت دماغه من فوق بس وخلاص، ما شفتش حاجه يعني، ما شفتش وشه، شفت دماغه بس كده من فوق. فانا رديت بالمشمع تاني، رديت طلعت ورحت منجح المشمع وطلع بقى عندي على العالم عشان العالم تيجي تشوف. مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا حضراتكم شفتوا دلوقتي اللقاء الخاص مع المزارع اللي اكتشف الجثه الموجوده داخل الترعه، الجثه اللي اتكلمنا عليه اسلام سمير. هنروح مشاهدينا الكرام مع بعض دلوقتي ونشوف اللقاء الذي اجريناه مع اسره المجني عليه. سمير هيكل راجل مزارع بسيط، والدة المجني عليه ست ربة منزل طيبة جدا، كل اللي هم عايزينه القصاص من قتلة ابنه. نروح مع بعض ونشوف ماذا قال الأب وماذا قالت الأم وماذا قال شقيق المجني عليه. نروح مع بعض ونشوف هذا التقرير. كده ليه يعني؟ حرام يعني، ما حدش عنده عيال يعني، ما فيش رحمة، ما فيش إحسان، ما فيش يعني، ما فيش يعملوا كده فيه. ليه يعملوا في ابني كده؟ ليه في ايه في الدنيا؟ كانوا عايز اي حاجة كانوا خدوه عمرنا، حتى هو كان عايش حياته، ده احنا بنخطبه له مش راضي يتجوز لما يخلص يكسب توك توك. والله بطلت فيه انا وابوه، يقول اما خلص اللي عليه عشان ما يبقاش علينا حاجه لحاجه، احنا بطلنا، كنا عايزين لو حتى يتعين حتى ريحه منه، مفيش. حرام عليهم بجد، حرام عيل عنده 26 سنة عامل له شقته ومشطفه يقتلوه عشان تكتب. حرام حرام حرام
حرام. انا عايز القصاص العادل، انا عايز عيش شنقه بميزان عام عشان ما يزوش غني. عايزه غني. فاحنا عايزين احنا عايزين نحافظ على الدنيا. انا عايز احافظ على اللي بعد مني، الدنيا بخير. ما ياخدوش 10 سنين 15 سنه ويطلعوا يأذوا غيري. الرجاء ان هم ياخدوا اعدام علشان ما يتنحوا من الدنيا زي ما نحوا ابني. انا عايز بس حق ابني وخلاص، انا مش عايز ازيد من كده، ولا عايز فلوس ولا عايز اي حاجه ولا عايز اي حاجه. انا عايز ابني زي ما تعمل فيهم هم يتعمل فيهم بس. يكتفوه ويضربوه ضربه والتاني ويكتفوه ويرموه في قلب الترعه. ابني بايت طول الليل في الترعه ليه عمل فيهم ايه؟ انا عايز اعرف عمل فيهم ليه كده؟ هم يعملوا فيه ليه كده؟ حطوا فيها مي شطه. يا اسلام كان نفسي اعمل لك فرح في الناحيه يا اسلام، تعمل لك راحه يا اسلام قبل في الناحيه. رنداود كان شغال في حسب الله ونعم الوكيل. شغالين في ورشه طوب. حسب الله ونعم ورشه الوكيل. الطوب انقفلت. حسب الله ونعم كنا الوكيل. شغالين في ورشه الطوب، قلت اجيب لهم توك توك يشتغلوا ونعم عليه، الوكيل فيهم وفي عدمهم. وانا زارع عند الناس بالربع، اجيب لهم شويه رز وشويه غل. مشاهدينا الكرام، مشاهدي موقع بوابة كفر الشيخ الإخبارية، برنامج هنا كفر الشيخ. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا المأساة اللي الناس اللي فيها، طبعا بعد فقدان أعز ما لديهم. أسرة المرحومة، أسرة المجني عليه إسلام سمير هيكل، قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق في محافظة كفر الشيخ. مشاهدينا الكرام، عايزين نقول لحضراتكم إن طبعا الأستاذ محمد الفار محامي أسرة المجني عليه بلغنا طبعا عشان هو ماسك ملف القضية وكده، أو الدفاع أسرة المجني عليه. قال إن هو طبعا بلغنا إن محكمة جنح دسوق جددت حبس المتهمين لهويدا وزوجها العرفي 15 يوم على ذمة التحقيقات، وأكد لنا إن طبعا تم الدفع أو تقدم بطلب دعوة مدنية ضد المتهمين. مشاهدينا الكرام، بشكركم شكرا جزيلا. لا تنسوا متابعة صفحتنا بوابة كفر الشيخ الإخبارية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.